السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم فيري. هنعمل النهاردة تورتة بابا نويل بمناسبة رأس السنة الجديدة. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وربنا يا رب يجعلها سنة سعيدة عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب بحق جه النبي. إن شاء الله كده تبقى سنة سعيدة عليكم، كل واحد بيتمنى أمنية تتحقق له بإذن الله. زي ما انتم شايفين اهي تورتاية جميلة جدا سهلة قوي وما بتاخدش وقت. هنعملها مع بعض تفرحي بيها ولادك وتحتفلي بيها براس السنه. لو انت حتى ما بتخرجيش او حتى بتخرجي من البيت، كفايه اللي انت تعملها لهم في البيت بالشكل الجميل دوت وتفرحيهم بيها. خلاص يا حبايبي، ان شاء الله اتمنى ان الفيديو يعجبكم. والمره الثانيه بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعلها سنه سعيده يا رب على الجميع باذن الله وعلى الامه العربيه جميعا. يلا مع بعض نشوف مقاديرنا ونشوف طريقتنا. هنعمل تورته البابا نويل ازاي النهارده. اول حاجه يا حبايبي هنعمل السبونش بقى. البيتي سهل جدا، عملناه قبل كده بالشوكولاته، النهارده هيبقى بالفانيليا. زي ما انتم شايفين معايا تلاتة بياض بيض وتلاتة صفار بيض. يعني انا معايا 3 بيضات بس صفرت 3 بيضات. فصلت البياض عن الصفار، خليت ده لوحده وده لوحده. خلاص. معايا كوبايه دقيق اهيت، بس ناقصه معلقه عشان انا هحط عليها المعلقه الباقيه نشا. خلاص. معايا ربع كوبايه ميه من الحنفيه زي ما انتم شايفين. معايا 3/4 كوبايه سكر، يعني مش كوبايه ممليه، لا 3/4. معايا خل هاخد منه معلقه. معايا نشا زي ما انتم شايفين هاخد منها برده معلقه. ومعايا بيكنج باودر هاخد منه معلقه. معايا فانيليا. معايا معلقه محسن كيك صغيره. هي دي المقادير اللي انا هحتاجها في الكيكه بتاعتي النهارده. خلاص. اول حاجه معايا هجيب طبعا بوله. في اول حاجه كده هعملها ان انا هجيب بوله. استبعد بس الحاجات بقى دي اهو. اول حاجه هجيب بوله اهيت. لو انت عندك عجان حطي المقادير اللي هي السايله كلها مع بعض واضربيها كويس في العجان، وبعد كده هتنزلي عليهم بالمقادير الجافه اللي هي الدقيق والنشا والبيكنج باودر. لكن لو انت ما عندكش عجان اعملي بقى بالمضرب وافصلي البيض واضربي بقى زيي وهوريكي بقى تعملي ازاي. اول حاجه هنجيب بوله زي ما انتم شايفين كده وهنزل ببياض البيض اللي عندي. خلاص اهو. وهنزل عليه زي ما انتم شايفين يعني نص كوبايه السكر، نص كميه السكر اللي معايا. وهبتدي بقى اجيب المضرب بتاعي اهو، وهضرب بقى البياض البيض ده لحد ما يديني قوام زي المارينج طبعا، وهتشوفوه دلوقتي. يا حبايبي انا خلصته زي ما انتم شايفين، فضلت اضرب فيه لحد ما اداني قوام كريمي كده زي المارينج زي ما انتم شايفين اهو. بصوا عامل ازاي اهو. بصي وتحسي ان عامل منقار كده، يبقى ايه الخليط كده ايه مظبوط معاكي. خلاص. بعد كده بقى هنعمل ايه، هنزل بس اللي فيه. بعد كده هنركن بقى البوله دي على جنب اهي. وهجيب ايه بقى، هجيب بوله تاني اهي البوله، وهنزل بقى ببياض البيض. خلصنا قصدي هننزل بصفار البيض. خلصنا بقى البياض، نضرب بقى كمان الصفار زي ما انتم شايفين. وهنزل بقى عليه بالفانيليا اهي. خلاص كده خلصت الفانيليا اللي عندي، حطيتهم بقى اللي فاضلين اهو. وانزل كمان بشويه السكر اللي فاضلين عندي كده. وابتدي بقى اضربهم زي ما ضربت البياض بالظبط لحد ما يديني برده قوام هوريه لكم كده اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين بصوا ضربته لحد ما اداني بصوا قوام ولون ابيض ازاي وعامل ازاي. هبتدي بقى في المرحله دي هنزل بقى بالبقيه المواد. عندي اهوت ربع كوبايه ميه هنزل بيها اهو. عندي زي ما انتم شايفين هحط معلقه خل اهو. هي خلصت كمان يا دوب هي معلقه. وهنزل كمان بمعلقه بصوا معلقه محسن صغيره، لو ما عندكيش مفيش اي مشكله.
وهرجع برضو اضرب كل المكونات دي تاني مع بعض. وبعد يا حبايبي ما اتاكد ان كل حاجه اتضربت معايا كويس خلاص، ابتدي بقى اشيل المضرب بتاعي وابتدي بقى اشوف هعمل ايه. خلاص هاجي بقى بالمواد بقى الجافه. عندي كوبايه الدقيق بتاعتي ولازم اكون نخلاها مره او مرتين اهيت، وهنزل بيها اهي. بعد كده هجيب معلقه وانزل بمعلقه نشا كبيره اهي اهي، معلقه النشا الكبيره اهي. وكمان هنزل بمعلقه بيكنج باودر. ما تكتريش البيكنج باودر عن المعلقه عشان ما يبوظليش الكيكه بتاعتي اهو. زي ما انتوا شايفين اهو، بقيت البيكنج باودر اللي عندي حطيته اهو. وكده ابقى خلصت المقادير اللي عندي حطيتها كلها. هاجي بقى بالسباتيولا بتاعتي وابتدي بقى اقلب المقادير اللي عندي دي في اتجاه واحد. ما تقلبيش ابدا في اتجاهين، لا كله في اتجاه واحد بالراحه خالص كده. سهل جدا. وزي ما قلت لك لو انت بقى عندك عجان هتوفري على نفسك كل ده، وهتحطي كل المقادير زي ما قلت لك السايله مع بعض تتضرب لحد ما تعلى معاكي وتديكي فوم كويس. وبعد كده هتنزلي بالدقيق والبيكنج باودر والنشا عليهم، والعجان طبعا بيضرب وهيخلص لك. لكن ايه طبعا ما عندكيش بقى عجان زي كده هتضطري بقى ايه تعملي المراحل اللي احنا عملناها، بس برضو سهله ما بتاخدش وقت اهو. زي ما انتوا شايفين اهو. خلاص كده انا خلصت اهو، قلبت كل المكونات اهي في بعض. هاجي بقى ببياض البيض او المارنج اللي انا عملته دوت، وابتدي بقى اخد منه واحده واحده كده وانزل على الكريمه بتاعتي ديت اهو كده، وابتدي اقلب اهو واحده واحده كده عشان ايه الهواء بتاعي ما يخرجش منها. وعلى فكره يا بنات الاسبونش البيتي والله خطير وسهل جدا، بس اللي يظبط المقادير ويمشي بالطريقه واحده واحده. واهم حاجه ان انت تضربي بقى بالمضرب كويس، يعني مش تضربي ضربتين وتقولي بقى خلاص انا تعبت، لا تضربي كده لحد ما البياض البيض يديكي قوام المارينج كده، يبقى كده كويس. لما تلاقيه عمل منقار يبقى كده اتضرب كويس. بياض الصفار البيض هتضربيه مع المقادير لحد ما يديك اللون الابيض كده والقوام برده الكريمي ده. بعد كده تنزلي بالمقادير. بعد كده تيجي بقى بالمارينج اللي انت عملتيه ده تنزلي بيه واحده واحده زي ما احنا بنعمل اهو. هتلاقي الاسفنج التورته الاسفنجيه هتطلع معاكي تحفه، هتلاقي الاسبونج طالع جميل جدا. وده اهو زي ما انتم شايفين. وبرده هقلب برده لحد ما ايه المكونات كلها تختلط في بعضها زي ما انتم شايفين. بصوا القوام حتى ابتدى يظهر لكم، شايفين عامل ازاي القوام بتاعها اهو. شايفين عشان انا برده ما اتعبش. بصوا عماله ايه الف الطبق واقلب في نفس الاتجاه والف انا الطبق بايدي التانية اهو. هجيب بقى اخر حاجه فاضله معايا زي ما انتم شايفين. اخر حاجه هلمها بقى كده بالمعلقه اهو. خلاص كده اهو. وابتدي برضو اقلب في اتجاه واحد برضو لحد ما كله يدخل في بعض. اظن بصوا بقى القوام والشكل باين قوي ما شاء الله. تحفه تحفه ان شاء الله. هتطلع سبونج جميل جدا ونوفر على نفسنا بدل ما بنشتريه من بره. وفي ناس بتحب الجاهز بتوفر على نفسها بدل ما تتعب
مفيش مشكلة، بس احنا بنقول للناس اللي بتحب تعمله في البيت، او مثلا لو انت عاوزة تعمليه وما عندكيش وقت تنزلي تجيبي. اهو كده خلصنا. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ اهو باين لكم قوي. دلوقتي بقى هنجهز الصينية بقى بتاعتنا عشان نحط الخليط فيها. اهو يا حبايبي انا جهزت صينيه بقى اهيت. هي مقاس 20 اللي عندي، لان انا ما عنديش 18. بس الافضل ان انت تحطي المقادير ديت زي ما قلنا في الفيديو قبل كده، ان انت تحطي في مقاس 18 احسن. بس طبعا انا ما عنديش، بس جبت 20 اهي، هي اللي لقيتها، فهي بقى جهزتها وهعمل فيها. هي عموما هي ما بتفرقش، يعني بتفرق حاجه بسيطه خالص، فعادي تمشي طالما الصينيه تفرق درجه واحده مفيش اي مشكله. لكن طبعا بقى لو اكتر من درجة لا، هي هنا بقى بيبقى فيه مشكلة، لان الخليط بيبقى عايز يعني كمية معينة. اهي اظبط بس الورقة اهي زي ما انتوا شايفين كده جهزتها. هنزل بقى فيها كده بسم الله. هنزل بقى بالخليط الاسبونش اللي عندي اهو بالراحة كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. خلاص كده خلصت كل الخليط اللي عندي اهو. اهز كده الصينيه هزه كده صغيره واخبطها بس كده عشان السبونج يتساوى بس في الصينيه وما يبقاش فيها فقاقيع. بس خلاص كده هندخلها بقى الفرن على درجة 170 في الرف الوسطاني على الشبكة اللي في النص على درجة 170. خلاص. واول بقى ما نلاقيها استوت نختبرها الاول بخلة او بعود شيش الطاووق. لقيناه طلع نضيف يبقى خلاص، يبقى هي كده استوت. يلا بقى نسويها مع بعض ونشوفها. وادي حبايبي الكيكه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله، اهي خرجناها من الفرن. طبعا انا اختبرتها اهي. بصوا بتختبريها بعود الخله تطلع خلاص ما فيهاش حاجه، يبقى كده استوت. فزي ما انتم شايفين اهي انا طلعتها من الفرن. بس عايزه اقول لكم على حاجه عشان من باب الامانه، انا عملت واحده تانية لان انا حطيت محسن الكيك زي ما انتم شايفين. بصوا طلعت الكيكه مش زي ما انا عاوزه. بصوا يعني طلعت برضو غير الكيكه ديت. دي طلعت اعلى وطلعت بصوا هشه عن ديت. خلاص دي تحسيها ملكومه. تقريبا المحسن جل طلع مش كويس، مع اني والله انا لسه جايباه وجايباه اللي هو اللون الشفاف ده مش اللون الابيض. بس ما اعرفش عمل معايا كده. انا كل ما على فكره دي تاني مره استعمل المحسن الجل وبيعمل معايا كده. فطبعا انا عن نفسي بقول لكم ان انا مش هستعمله تاني. انا كل ما بعمل الكيكه من غير المحسن زي ما انتم شايفين. بصوا دي شكلها عامل ازاي، سخنه بس مش قادره امسكها. ثواني اقرب لكم بس الكاميرا عشان تشوفوا الفرق فعلا بين دي وبين دي. بصوا دي شكلها عامل ازاي، شايفين؟ بصي حتى تحسي ان وش الكيكه ناعم وجميل. بصي غير دي خالص اهي، شايفين؟ دي طبعا دي احلى، دي هشه خالص. عايزه اقول لكم بصوا الكيكه فعلا بصوا عامله ازاي. بصوا يعني لو تعملي صبعك بص عليها مفيش، عامله زي ما عارفه عارفين السفنجه او المارنج فعلا. بصوا لكن دي ملكومه. بصوا دي عامله ازاي. بصوا فانا حبيت بس اقول لكم الحقيقه عشان خاطر ما حدش يعمل ويحط نفس المقادير ويحط المحسن ويجي يقول باظت مني. انا عن نفسي هي طلعت اهي. وزي ما قلت لكم انا مش هعملها، انا هعملها بقى كوبايات ترايفل هتبقى حلوه قوي. خلاص يعني مش هرميها طبعا، هستعملها فاعملها كوبايات ترايفل. وهي دي بقى اللي هعمل بيها التورتايه، لان الاسبونج ده اللي طلع احلى. فانا بس حبيت اعرفكم عشان يبقى ايه من باب الامانه. اعملي نفس اللي انا عملته بالظبط، بس ما تحطيش معلقه المحسن الجل، هتطلع معاكي جميله زي دي بالظبط. واهي زي ما انتم شايفين انا هفكها كده معاكم عشان يبقى قدامكم كل حاجه، تكونوا شايفين كل حاجه بعينيكم اهو، عشان يبقى من باب الامانه. عشان ايه اللي هيعمل نفس المقادير ما يدعيش عليا، لا يعمل الحاجه تطلع ناجحه يقوم يدعيليش.
اهو زي ما انتوا شايفين اهو. هجيب بس الصينيه بقى بتاعتي واحطها كده عشان احطها على اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الله اكبر. شايفين شكلها بقى؟ شايفين بقى الفرق بين دي وبين دي؟ بصوا كمان دي طالعه علو ايه، شايفين اهي. شايفين السبونش بقى ده ناجح 100%، وعلى ضمانتي اعملوه نفس المقادير اللي انا قلتها لكم بنفس الطريقه، بس ما تحطيش محسن. الا بقى لو انت جايبه محسن وضمناه 100% يبقى خلاص اوكي اعملي. اهو يا بنات شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله الله اكبر اهو. انا حبيت بس اوريه لكم. يلا بقى مع بعض هنسيبها. بصوا بقى لو انت مستعجله هتعملي التورتايه برضو عشان برضو تبقي عارفه نجاح التورتايه. لو انت هتعملي مثلا التورتايه لازم تعملي الكيكه دي من بالليل وتبيتيها خلاص. لكن لو انت مثلا نسيتي تعمليها بالليل مثلا وصبحتي عندك مناسبه او عايزه تعملي التورتايه يبقى خلاص تعمليها من الصبح بدري وتحطيها مثلا ساعتين 3 في التلاجة قبل ما تزينيها خلاص، وتروحي بقى عاملاها. بس دي برضو نقطه حبيت اقول لكم عليها. يلا بقى هسيبها كده، هسيبها بقى لتاني يوم وهنزينها. ودلوقتي بقى يا حبايبي هنعمل الكريم شانتيه بقى بتاعنا عشان نزوق بيه التورتايه. انا هجهز. بصوا في نفس البوله اللي انا كنت ضاربه فيها البيض بقى عشان ايه اخلص كده. بصوا هنزل بكوبايتين كريم شانتيه. ادي كده كوبايه اهي كريم شانتيه. هنزل بقى بكوبايه تاني، هعمل كوبايتين عشان يكفوا الكيكه اللي معايا اهو. وادي الكوبايه التانية خلاص كده. لازم بس حرف الكيس ده بس كده. وهحط يا حبايبي نص كوبايه سكر عشان انا جايبه الكريم شانتيه خام، فطبعا لازم اسكره. هيكون عندي بقى كمان سكر بودر. بصوا ده سكر بودر حتى نص كوبايه اهو. اوكي يا بنات. عندي بقى كمان هحط معلقه باستري كريم عشان زي ما انا دايما اقول لكم في التورتات بيخلي الكريمه طعمها غني وحلو قوي قوي وبتبقى متماسكه اهو. زي ما انتم شايفين اهو حطيت معلقه اهو. خلاص كده. هنيجي بقى يا اما لبن ساقع يا اما ميه من التلاجة. انا مسقعه ميه اهي. هحط برضو مجين، ادي مج. اوه وادي حته التلج نزلت. هكمل بس الكوبايه. وادي يا حبايبي الكوبايه التانيه اهو. خلاص دي المقادير اللي نعمل بيها الكريم شانتيه. يلا بقى نضربه ونشوف. نضرب بقى يا حبايبي الكريم شانتيه. اقلبه بس الاول كده عشان ما يقعدش يتطير كده وانا بضربه اهو. ابتدي بقى اشغل المضرب اهو يا حبايبي. كريم شانتيه زي ما انتم شايفين اهو بعد ما ضربناه. شايفين ما شاء الله ادانا كميه قد ايه، تضاعف وادانا كميه قد ايه. هنبتدي بقى نجيب الكيكه بقى بتاعتنا عشان نقطعها ونبتدي نزينها. دلوقتي بقى هنبتدي نقطعها مع بعض يا حبايبي. زي ما انتم شايفين نحط ايدينا في النص كده عشان الكيكه تطلع مظبوطه معانا. الفها بقى كده. طبعا انا لو عندي قالب التورته اللي بيلف ده كان سهل عليا. وان شاء الله اجيبه واحده واحده عماله اجيب كده نواقصي، فان شاء الله اجيبه عشان ايه يبقى سهل عليا في الشغل. ادي اول ديسك معانا اهو شايفين اهو. انا هعملها 3 ديسكات اهو. احط كله بس الفها وانا ايدي لسه زي ما هي كده فوق اهو زي ما انتم شايفين كده.
وادي تاني ديسك اهو معانا، وده كده تالت ديسك. هنبتدي بقى نشتغل في الكيكه بقى بتاعتنا. يا حبايبي معلش عشان انا بقى ما عنديش قاعده للتورته، فعندي الطبق ده، فقلت بقى ايه هعمل بقى فيه. هجيب كده حته كريمه احطها كده في النص، عشان خاطر ايه لما احط الكيكه واجي ازوقها ما تجريش مني اهو. وهنجيب بقى اول طبقه كريمه، اول طبقه كيكه كده، وهنعملها بقى كيكه. نحطها كده بالشكل ده. وبصوا بقى انا مجهزه ايه. انا مجهزه شويه شربات اللي هو بنحطه للحلويات السيرب ده، وحطيت عليهم شويه لبن زي ما انتم شايفين. وبصوا هقلبهم بقى كويس كده عشان ايه اسقي بيهم اطر بيهم الكيكه. خلاص اهو، لان طبعا دي فانيليا، فطبعا مش هينفع اعمل لها الصوص اللي انا بعمله لتورته الشوكولاته. دي بيبقى طعمها حلو قوي، اللي هي السيرب بتاع الحلويات، وتحط عليه شويه لبن. هو كده كده بيبقى مسكر، وتحطي بقى عليه شويه لبن كده وتعملي بيه كده، بيبقى طعمه تحفه جدا وبيبقى جميل قوي للكيكه الفانيليا. لكن طبعا كيكه الشوكولاته كلنا عارفين الصوص بتاعها لبن على كاكاو على سكر على معلقه شوكولاته، وتقلبيهم كويس وتقعدي بقى تسقي بيهم الكيك، بيبقى طبعا طعمه تحفه. تحط لهم معلقه صوص شوكولاته، اي شوكولاته بقى عندك، نوتيلا، سما، ميكس نوتيلا، اي حاجه متوفره عندك اهو. زي ما انتم شايفين انا سقيت الكيكه زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى اجيب الكريم شانتيه بتاعي واحطه بقى كده. ثواني اجيب السكينه اهو. احط بقى الكريمه وابتدي بقى افردها ايه على التورتيه كده، على الكيكه بتاعتي بالشكل ده اهو. انت بس حطيها كده، هي هتتساوى بقى من نفسها، لان انت لسه كده كده هتحطي طبقات عليها. طبعا لو انت بقى عايزه تعملي تورته عاليه عن كده، ممكن تعملي بقى المقادير اللي احنا عملناها دي، تعملي منها صينيتين وتقطعيهم كل واحده 3 ديسكات او ديسكين، ويبقى عندك احلى تورتايه عاليه براحتك بقى. بس هي دي عموما برضو بتبقى حلوه، ان انت بتبقى عاملاها في البيت بتبقى كويس اهو. زي ما انتم شايفين كده اهي. نعمل ايه بقى، نجيب الطبقه التانيه اهي، طبقه الكيكه التانيه، ونحطها برضو عليها كده ونظبطها اهي. شوفي حته عندك هتتقطعت اهي يا بنات. نبتدي برضو نجيب برضو السيرب اللي احنا عملناه ده كده، ونقلبه برضو تاني، ونسقي برضو بيه الكيكه كده اهو. لما بتسقي الكيكه كده بتبقى حلوه قوي، بتبقى طريه. لما بعد كده بقى بتعمليها بالكريمه وتزوقيها وبتسيبيها، بتشرب بقى من السيرب دوت، وكمان بقى مع الكريمه والحشو اللي انت حطاه بتبقى جميله جدا جدا اهو. زي ما انتم شايفين بيخليها كده، بيبقى فيها طراوه جميله. في ناس ما بتحبش تسقي الكيك، فطبعا قلنا كل واحد اللي يريحه يعمله اهو. زي ما انتم شايفين اهو. خلاص كده انزل بقى بالكريمه برضو بتاعتي اهو. زي ما انتم شايفين نفس برضو الحكايه نعملها لحد ايه ما احط ال3 طبقات. عشان ما اطولش عليك الفيديو هخلص الطبقات ونبتدي بقى نشتغل من فوق مع بعض اهو. بعد ما خلصتها بقى بصوا بجلسها بقى كده من فوق. احنا يا دوبك بس كده هنجلسها اي حاجه، لان احنا لسه هنزينها بقى بالقمع، لان مش هيبقى هو ده التزيين، احنا هنزينها بالقمع. فاحنا بس هنديها طبقه كريمه بس كده زي ما انتم شايفين، عشان احنا لسه هنعملها بالقمع اهو. نديها بس طبقه كريمه كده اهو. شايفين اسويها بقى كده
بس خلاص كده يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين انا جلستها بقى بالشكل ده، لان انا بقى لسه هعملها بقى بالقمع، هنشتغل بقى مع بعض ونشوف. وزي ما انتوا شايفين بقى يا حبايبي، بصوا انا جبت بطرف السكينه كده، حددت بس الطاقيه الوش الحواجب اهيت البوق، عشان بس ابقى عارفه انا هشتغل ازاي. خلاص هنبتدي اول حاجه هنعمل له كده الحواجب بتاعته. يعني اول حاجه كده اهو، زي ما انتوا شايفين كده دي الحواجب بتاعته اهو. هنحط له بقى العينين بتاعته عشان بس ايه نبقى عارفين تحديد الوش بتاعه هيبقى شكله ايه. ادي عينيه اهي. خلاص كده ونبتدي نعمل بقى الدقن بتاعته. حددي زي ما انتوا شفتوا كده، حددت بالسكينه عشان بعد كده يبقى ايه الشغل بتاعي سهل. ونبتدي بقى زي ما انتوا شايفين كده نقعد بقى بالقمع بتاعنا، نعمل بقى ايه بالقمع الوردات بقى بتاعتنا كده، لحد بقى ايه ما نعمل الشكل بتاع بابا نويل كله اهو كده. تيجي فوق كده نعمل برضو الطاقية بتاعته كده من هنا اهو. عملنا كده الجزء ده اهو. بصي تمشي جزء جزء عشان ما تتلخبطيش اهو. شايفين بقى احنا بقى ما عملناش كريم شانتيه كتير ازاي بره، عشان احنا بنعتمد على اللي احنا بقى بنعمله دوت، هو ده اللي بنزوق بيه التورتايه بتاعتنا اهو. ثواني هعبي بس الكريمه عشان خلصت وكمل. ويا حبايبي بقى هنكمل زي ما انتم شايفين اهو. نكمل بقى الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى اجيب اللون الاحمر ونشوف عشان بعد كده نكمل بيها. حبايبي بصوا بقى اللون الاحمر، انا خدت حته كريمه وحطيت عليها اللون الاحمر، بتجيبيه من عند المستلزمات الحلواني الوان جل كده، بتجيبي اللون الاحمر. عشان عايزين لون تاني اهو، هزود برضو تاني لان بصوا عايزاه لون احمر كاتم، فاهو تزودي اللون لحد ما يديك الدرجه اللي انت عايزاها زي ما انتوا شايفين. برضو هعوز تاني اكتر كده عشان يبقى لونها احمر حلو كده اهي، وتقلبي لحد ايه ما تديك الدرجه اللي انت عايزاها، يبقى كده خلاص اهي. طبعا احلى حاجه في الشتاء ده ان الجو حلو فالحاجه ما بتسحش معانا. زي ما انتم شايفين برضو هزوده تاني برضو عشان انا عايزاه احمر قوي، عشان يبان الطاقيه بتاعت بابا نويل بتبقى حمراء اهو يا حبايبي. هبتدي بقى اعبيها بقى في الكيس ونعمل بيها الطاقيه بتاعته اهو يا حبايبي. هنعمل بقى المناخير بقى يا اختي، هوبا شفتوا
استنوا بقى. القمع ده بقى فظيع كبير، بينزل الحاجة بسرعة كده. بصوا بقى، نعمل الطاقية بقى بتاعته، بعد كده ابقى اظبط مناخيره تاني، مش مشكلة. اهو نلف كده. ادي مناخيره اهي، هظبطها دلوقتي بس ثواني. خلص بس الطاقية بتاعت بابا نويل، وبعد كده ايه نبقى نظبط المناخير بتاعته، مش مشكلة. بس نظبط بس الطاقية بتاعته اهم حاجة. اهي هنعمل له ايه الكوره بقى بتاعت الطاقية بتاعته اهي. شايفين ماشيين خطوة بخطوة اهي، كل حاجة بتطلع معانا مية مية. ونكمل بقى اهي. خلصت كده الكريمة الحمرا بقى معايا، هبتدي بقى اكمل بالكريمة البيضة. اهم حاجة اللي انا عملت له الطاقية بقى بتاعته وظبطتها له زي ما انتوا شايفين، ودي كانت اهم حاجة. اكمل بس الحتة دي كده بالبيضة حتى، وبعد كده ابقى اكملها انا امشي عليها بقى بالاحمر كده على قد حتى ما ياخد. هي كده كده عموما مش هتبان. نكمل بقى ايه بالابيض بقى اللي معانا اهو. القمع ده احسن على فكرة، بلاش لما تيجوا تعملوا بالقمع الكبير اللي كان في الاحمر ده، مش حلو. القمع الصغير ده احلى زي ما انتوا شايفين، بيساعد معاكي بسرعة. اهو فاضل حاجة تانية. خلاص كده خلصنا. بصوا بقى يا حبايبي، نجيب معلقة عشان المناخير ما تبقاش عاملة كده زي الوردات كده. نحاول بقى ايه نلفها كده بالمعلقة. يعني ان هي بس حتى ننعمها كده وتدينا شكل بيضاوي حتى كده شوية. اهو نشيل طبعا الحته اللي كانت على الكوره دي عشان عينيه. خلاص كده اهي. بس كده يا حبايبي نكون خلصنا تورته بابا نويل اهي. هعدل لكم بقى الكاميرا عشان تشوفوها واقربها لكم اهي.
ايه بقى رايكم في التورتيه؟ شفتوا سهله جدا ما خدتش وقت. في الاخر بصوا طلعنا حاجه جميله جدا هتعجب عيالك، وتحتفلوا مع بعض بقى براس السنه كده وانتم مبسوطين بالتورتيه الجميله اهي زي ما انتم شايفين اهي. هلفها لكم اهي من كل ناحيه اهي اهي، شايفين اهي. سهله جدا 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 متاخدش وقت خالص، في الاخر بتطلع حاجه جميله كده اهو زي ما انتم شايفين. خلاص اتمنى بقى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم باذن الله، وكلكم بقى تعملوها وتفرحوا اولادكم، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعلها سنه سعيده علينا كلنا يا رب باذن الله. ان شاء الله بقى انا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب في القناه، ونتقابل بقى مع بعض في وصفه جديده مع فيري.